تكلفة الاستحواذ على العميل. مهم تبقى انت حاسب التكلفة اللي انت بتصرفها على كل عميل عندك لحد ما تقدر تستحوذ عليه، يعني تقدر انك انت تعتبر ان هو عميل عندك. طبعا مسألة تعريف الاستحواذ ممكن تختلف من بيزنس لبيزنس. يعني مثلا الابليكيشنز اللي بتعتمد انها تقدم خدمة مجانية بقدر يعني ضيق شوية، وبعد كده تدفع علشان تاخد كل الفيتشرز، ممكن بالنسبة له تبقى تكلفة الاستحواذ هي انه هو يعمل انستول الابليكيشن على التليفون. دي تعريف تكلفة الاستحواذ عنده. لكن لو انت بتبيع اونلاين، عندك كورسات مثلا او عندك منتجات بتبيعها اونلاين، فبالتالي انت تكلفة الاستحواذ عندك هتكون تعريفها مختلف، هو ان انت عملت جبت عميل اشترى منك فعلا. في النهاية ايا كان تعريف تكلفة الاستحواذ، انت لازم تحسب التكلفة بتاعت كل شخص جالك علشان تبقى عارف انت عشان تنتشر. لو فرضنا ان انت الشخص بيكلفك $1 عشان تقدر تستحوذ عليه، فانت تقول والله دلوقتي انا لو عايز اكبر حجم الاستحواذ بتاعي فانا هضرب الميزانية التسويقية بتاعتي في 2x 3x 10x، وبالتالي ان شاء الله هيؤدي ذلك لنمو في عدد العملاء اللي احنا استحوذنا عليهم بالمقدار الفلاني. لو انت مش حاسب ده مظبوط، هتظل دايما الميزانيات اللي انت شغال عليها ميزانيات بشكل ما بتدار بشكل عشوائي ومش مبنية على اسس. فكرة تكلفة الاستحواذ مهمة لهذا السبب.